أخطأنا كثيرا وظلمنا أنفسنا كثيرا لما قدمنا دنيانا على الدين. نحن قاعدين في الخرطوم سمعنا بآذاننا الكفر البواح، رأينا من يطعن في القرآن بجرأة قبيحة، ورأينا من ينادي أن يتزوج الرجل، وسمعنا من يقول للناس من حق الرجال أن ينكحوا الرجال، ومن حق النساء أن ينكحن النساء، ومن حق المثليين أن يتظاهروا في عاصمة بلادنا. ورأينا في صفحات وسائل التواصل لما مات زعيم سياسي بعض أبناء بلادنا علق وقال: مات هذا الرجل ونحن أشد حاجة إليه من حاجتنا إلى الله. رأيت بعيني حتى لا تتساءل سؤالا ظاهر البراءة. في ناس بيسألوك سؤال ظاهر الحكاية مش شنو يعني، البيقال علينا مش شنو يعني، انت ما عارف مننا. وده المنهج القرآني المفروض نتعلمه. أحد قتل فيها 70 من المسلمين، على رأس 70 حمزة عم رسول الله، أسد الله وأسد رسوله، بقرت بطنه ليكت كبده، سيد الشهداء. لما المعركة دي انتهت ربنا أنزل سورة آل عمران، وفي السورة أولما أصابتكم مصيبة، الكلام ده لمنه؟ للصحابة وعلى رأسهم سيدنا رسول الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتلت 70 وأسرت 70، انتوا المرة دي اتقتلوا منكم 70. قلتم أن هذا من وين؟ قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وابن مسعود الحبر الإمام الذي رباه رسول الله يقول: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى فضحتنا هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في ناس لما كان الناس يتكلموا عن القرآن وعظمة الدين وعظمة المساجد يقول لك: يا شيخنا نحن والله يا أخي الكلام ده ده موضوع يخصكم، نحن الآن أنا عندي مشروع بتاع بيت بديت فيه ونحن في النهايات ما بنصرف، انتوا غايتوا يجتهدوا ربنا يعينكم، أنا موضوع بيتي ده. أين بيتك الآن يا صاحب البيت؟ واحد تاني يقول لك: الدولار الجمركي. أين الدولار يا راعي الدولار؟ وآخر يقول لك: نحن أهم حاجة الموديل، سنة جات الموديل، السنة جاء موديل السنة، أين هو الآن؟ أين هو الآن؟